اتكونت غصب عنك بس اتشكلت بإيدك. هو انت ده؟ ولا انت نسخة اتكونت؟ الخوف اللي جواك مش فطرتك، الطريقة اللي بتسكت بيها مش اختيارك، حتى صوتك الداخلي مش صوتك. انت اتعلمت تبقى كده قبل ما تفهم يعني ايه اختيار، فتربيت على انك تبقى مقبول ونسيت تبقى حقيقي. كبرت وصدقت ان ده انت، بس الحقيقة ابشع من كده. انت مش بس اتكونت غصب عنك، انت كملت على نفسك بإيدك. خلينا نتفق على حاجة، في فرق بين انك تتكون وانك تستمر. اول جزء انك تتكون ده مالكش فيه اي سلطة. اتولدت بشكل معين في بيت معين في ظروف معينة، اتقالك كلام، شافك حد بشكل معين وتعاملت على الاساس ده، ومع الوقت بدأت تاخد الشكل ده. لحد هنا انت معذور، بس اللي بعد كده كل مرة خفت وسكت، كل مرة حسيت وعديت، كل مرة شكيت في نفسك وصدقت الشك. انت ما كنتش بتتكون، انت كنت بتثبت التكوين ده بإيدك مرة ورا مرة لحد ما بقت دي طبيعتك. بقيت تقول أنا كده، بس للأسف انت مش كده، انت اتعودت تبقى كده. وفي فرق كبير بين الحقيقة والعادة. عمرك سألت نفسك لو كنت اتربيت بشكل تاني كنت هتبقى نفس الشخص؟ اتعاملت معاملة تانية كنت هتبقى في نفس التكوين الحالي؟ نفس الخوف، نفس التردد، نفس الصوت اللي بيكسرك؟ ولا يمكن ما كنتش هتبقى كده أصلا؟ يبقى ليه متمسك بحاجة واضح إنها مش منك؟ طب يمكن عشان مريحاك شوية. مش مريحاك إنك سعيد، مريحاك إنك عارفها. يعني وجع مألوف أأمن من تغيير مجهول. بس خليني أقولك حاجة، أنت عندك لحظة واحدة بس حقيقية، مش لحظة ما اتولدت، لحظة ما تبقى واعي، اللحظة اللي تسأل فيها أنا ليه كده، مش عشان تجلد نفسك، بس عشان لأول مرة يبقى عندك اختيار. يمكن أنت ما اخترتش تبدأ إزاي عزيزي المشاهد، بس كل مرة بتسكت فيها، كل مرة بتصدق خوفك، كل مرة بتهرب، أنت بتختار تكمل زي ما أنت. فبلاش تفضل تقول أنا كده، لأن الحقيقة أنت اللي مخلي نفسك كده. طيب نتعلم إيه من الكلام ده عزيزي المشاهد؟ تتعلم الوعي، تتعلم ان الوعي مش انك تكتشف بس، الوعي الحقيقي انك تقرر. مش كل حاجة جواك تتشال، في حاجات لازم تتفهم. الخوف اللي حماك في وقت، والصمت اللي عدى بيك مواقف، دي مش عيوب، دي ادوات قديمة اشتغلت في وقتها. بس المشكلة انك كبرت وهي لسه بتتحكم فيك. وهنا بقى دورك يبدأ، مش تكره نفسك ولا تمسح كل حاجة، لكن تبص وتسأل ده لسه ينفعني فأخليه، وده خلاص وقته انتهى أنا ما كنتش مدرك ودلوقتي فاهم. يعني الوعي مش راحة عزيزي المشاهد، الوعي اختيار، إنك تشوف الحاجة وبعدين تقول أنا مش هكمل بيها لأن هي مش هتنفعني. وحاجة كمان، مش كل صوت جواك حقيقي، في أصوات اتقالت، في أصوات معينة اتقالت لك كتير لدرجة إنك صدقتها، زي أنت قليل، أنت مش كفاية، أنت مشكلة، انت لازم ترضي الناس. بس دي مش انت، دي تسجيلات جواك اتسجلت وانت كنت صغير وما كانش عندك اختيار. دلوقتي عندك، تسمعها او تسكتها، تصدقها او ترفضها. مش لازم تمسح الماضي، بس لازم توقفه عند حده. انت مش مسؤول عن اللي اتزرع جواك، بس مسؤول عن اللي بتسيبه يكمل وهو شيء سلبي. الوعي مش انك تعرف نفسك، الوعي انك تختار نفسك المستقبلية.